ايه يا عم، خفت ولا ايه؟ ازيك عامل ايه؟ طبعا انت ما تعرفنيش، وزمان دلوقتي بيدور في دماغك وبتقول مين الراجل اللي ظهر فجأة دلوقتي. احب اعرفك بنفسي. انا اسمي عزوز غزال من الغربية، مركز السلطة، قرية المنشية الجديدة. من فترة كده كان شاغلني التفكير ان ازاي هبدأ على اليوتيوب، وهقدم ايه على اليوتيوب من الاصل. انا بفكر بطريقة عميقة شوية. طب انت مين يا عم وايه محتواك؟ خدتنا في الكلام وما عرفتناش انت بتبيع ايه؟ انا يا باشا حاليا منشئ محتوى تمثيلي ونصايح، زائد منشئ محتوى على الكاب كات، زائد الفيسبوك والانستجرام، متفعلين كاكونتات بروفيشنال. طبعا هتلاقي اللينكات بتاعتهم تحت في الوصف، ما تنساش تعمل لي فولو. ضيف عندك 3 اكونتات تيك توك: اكونت شخصي، اكونت تصميم، اكونت قرآن. ايه يا عم انت رايح بينا على فين؟ استنى بس بغيرك الكلام. بدايتي في السوشيال ميديا كانت من خلال التيك توك، وللاسف كان الريتش واقع عندي جدا لسبب، والسبب ده كان في ايدي ان انا اغيره، بس الرفض كان بارادتي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا في اكونت الشخص كنت منوع في المحتوى، شويه تمثيل، شويه نصايح، شويه اغاني، فكنت ملخبط الدنيا يعني. مع اني عارف ان الصفحه مش هتعلى والريتش مش هيعلى طول ما انا بنوع في المحتوى، بس انا بقى كنت واخدها عافيه، والحاجه اللي بتعجبني بنزلها في اي وقت. مع ان كان في فيديوهات كتير حلوه بس ما كانتش بتطلع لان الاكونت مضغوط، والخوارزميات نفسها ما كانتش قادره تحدد انا محتوايا ايه. بس انا دلوقتي تقريبا قررت اختار محتوى ثابت واكمل بيه. وللعلم في اول بدايتي في المنصه دي اللي هي اليوتيوب، بان قدمت مسلسل اسمه غدر ومصلحه 10 حلقات، وبعد بفتره نزلت فيلم اسمه الماسوره المسجونه، فيلم رعب. طبعا لو ما اتفرجتش عليهم خش اتفرج عليهم بسرعه وقول لي رايك، ماشي؟ والبدايه دي طبعا كانت مبشره جدا، وحققت من خلالهم نجاح كبير في بلدي وخارج بلدي، وعرفت اخلي اسم المسلسل والفيلم يتعاد 1000 مرة في اليوم جوه البلد وبره البلد. بس طبعا ما دخلنيش منهم فلوس، بالرغم ان البلد عندنا بعد المسلسل والفيلم ده كانوا فاكرين ان انا بكح فلوس. واصلا البداية دي كانت بالنسبة لي مجرد تجربة، وما كنتش مستني من وراها فلوس او حتى شهرة. كانت بالنسبة لي بداية تجربة لحاجة انا شاطر فيها، وبتجمع من بين التمثيل والمونتاج والانتاج والاخراج، ونجحت وعرفت اخلي الناس تتكلم عني وتعرف انا في مقدرتي ان انا اقدم ايه وبطولي. مع اني بشوف ناس كتير اقل مني موهبة وابداع وصناعة وعندها جمهور كبير، بس بره عني الحوار ده كله لان انا عندي مبادئ ماشي بيها، ودي اللي مبطئاني شويه. انا كعزوز مبادئي ما تسمحليش ان انا اتسيط على حس حد او ان احكها في حد. مقتنع تماما ان الفرق ما بين المبتدئ والمشهور ملوش اي علاقه بالامكانيات او صناعه الفيديوهات او التاثير على الجمهور. وللعلم ان كل طرق الشهره سريعه وانتوا عارفينها طبعا وسهله جدا جدا جدا، بس في فرق ما بين واحد عايز يبني اسمه بنفسه بمحتوى محترم وهادف وانه يرسم البسمه على وشوش الناس، وما بين اي حد عايز يتشهر تحت اي مسمى. طولت عليكم معلش، ما تنساش الاشتراك في القناه عشان تتابع كل جديد، وحساباتي كلها هتلاقيها في الوصف. وبس، سلام.